يا كوتش معلش انا عايزك بس تفهمني، يعني ايه اكون شقيت وتعبت واتعلمت ودخلت الجامعه واستحملت وخدت كورسات واهلي صرفوا عليا كل ده، ولا بكافح ولا بعافر ولا بعمل اي حاجه في حياتي عشان اطلع اكسب 10 15 ولا 5000 جنيه وما اعرفش اوفر منهم 500 جنيه ولا 1000 جنيه، ويجي واحد زي حسن شاكوش ولا عمر كمال ولا حمو بيكا كل واحد متصور قدام عربيه ب 10 مليون جنيه جي كلاس ولا بي ام دبليو ولا عربيه اللوح بتاعتها باسمهم يعني متكلفه حوالي مليون ونص. ما بالك بقى هو قاعد في فيلة ايه، ولا معاه ايه في البنوك، ولا عنده شاليه في الحته فين، ولا بتكرم كل يوم في دبي ولا في الحته كذا ولا في الحته كذا. يا كوتش انا تعبت، كميه طاقه سلبيه انا ما بقتش قادر احط الشهاده فين. راجل واخد هندسه ولا واخد طب ولا واخد ألسن ولا معاه حاسبات ولا معلومات، ولا راجل شايف نفسه خبره وجامد، ولا راجل شقيان في السوق بقاله سنين ما بيعرفش يكسب 1% من اللي يكسبوه. انا عايز اقول لك على حاجه، ان مش كل الغنى اللي ممكن تتمناه لنفسك، ومش كل الطرق اللي ممكن تقول يا رب ابقى غني بسببها. يعني ما هي المخدرات احنا عارفين ان هي حرام، واخرها بتبوظ جيل، بتبوظ ناس، بتدمر حياه ناس، واخرها نار. السرقه، الغنى والمهرجانات والكلام البذيء وكل الكلام ده انا شايفه من اسوأ الحاجات، بالعكس اسوأ من المخدرات. اقول لك ليه اسوأ من المخدرات؟ لان تاجر المخدرات ده لما بيموت العمل بتاعه بينتهي خلاص، يعني ما عادش بيتاجر في المخدرات، هو كان سكه وبياخد سيئات على اللي هو بيعمله وخلاص. لكن مغني المهرجانات ده لما بينزل فيديو كليب، الفيديو كليب ده بيفضل يعد له سيئات طول ما هو عايش، حتى وقت النوم. تخيل هو نايم والفيو ده شغال، دي قاعده ترقص وده قاعد يردد كلامه وده قاعد يشتم بكلامه وده عايش الشخصيه بتاعه الدور اللي هو بتاع ال الكلام اللي بيقوله في المهرجانات، وده بيجيب وده بيودي. راجل عارف ان فلوسه حرام ومع ذلك مكمل، عارف ان اللي هو بيعمله كله حرام مع ذلك مكمل، بيعمل فيديو كليبات مع بنات ودايس والفلوس مقويه قلبه ومخلياه يكلم دي ويعمل دي ويشتري دي وينام مع دي ويعمل كل الكلام ده بيحصل صح كده، ومع ذلك مكمل. راجل خلاص هو شيطانه عميه، عارف ان هو غلط بس شيطانه عميه. فده غنى ما تتمناهوش لنفسك. الغنى اللي تتمناه لنفسك هو اللي تشقى وتتعب فيه، هو اللي تحس بالحلال وتعرف تفصل بين الحلال والحرام. ولما يجي لك حرام تقول لا انا عايز الجنه مش عايز النار، انا عايز اكسب بالحلال واكل ولادي بالحلال. ما ينفعش تكون قاعد تقول اصل ده حرام وده حلال وتربي ابنك على الصح والغلط، وكل ما يقابلك حاجه غلط في الحياه وتيجي مثلا تنتقد الناس دي وتقول اصل انا نفسي ابقى زيهم. لا، نفسك تبقى زي نفسك، تبقى بالحلال، تبقى راجل فاهم الحلال والحرام. ولما يجي لك الطريق الغلط تقول عليه غلط وما تتمناهوش لا لنفسك ولا لاولادك. تمام. وبعد كده انا عايزك تفهم حاجه مهمه جدا، لو هتدخل مجال السوشيال ميديا لازم تبقى فاهم ان اللي بيدخل مجال السوشيال ميديا عمله ما بيتقطعش من الدنيا حتى بعد ما يموت. ليه؟ لان هو اغانيه وكل الكلام ده هتفضل موجوده الى يوم الدين. تخيل الراجل ده مات 10 سنين زي مغنيين كتير جدا ماتوا اغانيهم لسه لغايه دلوقتي، بس احنا عشان في جيل بقى كل الاغاني اللي فيه هبطه وبقى اي كلام يتقال وبقى اي دش يتقال، وبقت المخدرات بتتقال في الاغاني وبقت البنات بتقلع في الاغاني وبقى كل الكلام ده بيحصل عادي خالص. فتخيل دي اسوأ حقبه زمنيه ممكن يتقال فيها الكلام ده. فبالتالي الراجل ده لو فارق الحياه وراح عند ربنا خلاص، عداد سيئات شغال يعد اكنك مركب مشغل 50 مصنع على عداد واحد. تخيل الراجل ده مشهور بضخامه كبيره جدا، عنده ملايين متابعين، فالملايين دول بيسحبوا كميه فيوهات عاليه جدا. فتخيل الراجل ده نايم قايم رايح مات من الدنيا بس شغال سيئات تعد عليه واكنك مشغل 50 مصنع بيسحبوا من عداد واحد. فاوعى تفرح بالكلام ده، قول الحمد لله ان ربنا ما اختارنيش في الطريق ده، الحمد لله ان انا لما ما اختنتش من الطريق ده. حلو الكلام. احمد ربنا وادعي ربنا ان هو انك تغتني بالحلال، انك لما تركب عربيه تكون جايبها من حر مالك، شريت وتعبت فيها وربنا كرمك بعد شقه وتعب، انك تكون نايم في بيتك مش قاعد تصارع نفسك طب يا رب انا عايز اتوب، طب انا مش عارف ايه، طب انا اصلا عارف ان بعمله غلط. طب لا، انت نايم وعارف انك انت خالص مخلص لله، وان كنت بتعمل حاجات غلط فالحاجات الغلط دي في المتناول، انك انت مثلا ايه بتدعي بتصارع نفسك بتجاهد نفسك، لكنك بتعمل غلط كل العالم انت اللي بتحاسب عليه. تخيل ملايين الناس انت اللي بتحاسب على سيئاتهم، هم بتحاسبوا بس انت السبب في رأسهم وانت السبب في ترديد كلامهم والكلام ده كله. فمعلم، مش كل الغنى اللي تتمناه نفسك،
انت تحمد ربنا انك انت ما اختنتش بالطريق ده، وتحمد ربنا ان ربنا نور لك الطريق، وانك انت بتشقى وبتتعب، وانك انت بتعرف تصرف على اهل بيتك جنيه. انا عايزك تحمد ربنا ان لقمه العيش اللي اتقسمت لك حلال، ما كانش اساسها حاجه حرام تفضل طول الوقت بتلوم نفسك عليها وبتعاتب نفسك عليها، وتفضل 10 بال10 وال20 سنه تصرف على اهلك بالحرام، وممكن تموت في لحظه من اللحظات دي وانت مش واخد بالك زي الاف الناس اللي حصل فيهم قبل كده. عايزك تبص للممثلين والمغنيين اللي في الاجيال اللي قبل كده ماتوا هم معاهم ايه وسابوا ايه. صباح الفل.